من الحاجات المهمة إن أنت تكون عارفها كإنسان طبيعي إن أي جرح نافذ في منطقة الدراع أو كف الإيد مهم جدا إن تعمل لها استكشاف بواسطة جراح التجميل أو جراح اليد. ليه؟ في أنسجة رخوية كتير في المكان دوت، ولما الدكتور يقول لك إن أنا محتاج أشعة إكس راي عشان أطمن على حالة العظم، حتى لو كان الإصابة أنت بتدعي إن هي إصابة بسيطة بأيا كان الآلة اللي تعرضت بيها للإصابة، قدر الله ما شاء فعل، فهو الاطمئنان عليه، اطمئنان على حالة العظم، اطمئنان ان مفيش جسم غريب مرئي موجود بالاشعه العاديه، عشان خاطر لو كان موجود عيب قوي ان احنا نخش او نخيط واحنا نكون في جسم غريب نقفل عليه يسبب عنه. ناهيك عن ان هو الاشعه العاديه مش باين لي غير العظم والانسجه الغريبه، مش كلها، يعني مش كل الاجسام الغريبه بتبان كمان في الاشعه. فاي جرح نافذ في منطقه الايد او في الدراع هي هتحتاج استكشاف، وعمرك ما هتندم على حاجة عملتها، لكن هتندم ان الدكتور قال لك اعمل استكشاف وانت ما عملتوش دي، لان كده ممكن يكون في اي نسيج تعرض للضرر، وهيكون اصلاحه لو اكتشفته متأخر ان كان في نسيج محتاج اصلاح وانت ما اصلحتوش، ان يكون في مشكلة ممكن تحتاج ساعتها رقعة، سواء بقى رقعة وترية، رقعة عصبية، حسب اللي كان حاصل فيه إصابة. لأن لما بيعدي أسبوعين على الإصابة بيحصل قصور في الطول بتاع سواء الوتر أو العصب اللي كان مقطوع. فعشان كده لما الدكتور يلاقي جرح نافذ ويقول لك إن إحنا هنعمل عملية استكشاف، الاستكشاف مش للبطن بس يا صديقي، الاستكشاف عشان خاطر نعرف إيه النسيج اللي حصل له إصابة ونتعامل معاه وقتها صح، عشان نوصل لأفضل نتيجة وفترة نقاهة قليلة ترجع فيها لحياتك وشغلك بأقل ندبات وأسرع وقت، أحسن أداء إن شاء الله.